السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وتعملوا لي لايك وتسيبوا لي كومنت. النهارده هنقدم لكم طريقة المنجقونة البورسعيدي او البريوش. في ناس بتقول عليها كده وفي ناس بتقول عليها كده. نسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوف المقادير بتاعتنا ايه. معايا كوبايه ميه دافيه، كوبايه حليب دافي، نص كوبايه زبده، نص كوبايه سكر بودره، بيضايه وعليها فانيليا، معلقتين من السكر، معلقه خميره، نص كوبايه دقيق، معلقتين كريم شانتيه. وممكن الكريم الشانتيه ده ممكن تستبدليه بالزبادي. تمام. معايا معلقتين لبن بودره، نص معلقه صغيره بيكنج باودر، وذره ملح، ونص كيلو دقيق خدنا منه نص الكوبايه دي. تمام. سمي بالله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. معايا بقى هنا البوله بتاعتي، هنزل بنص كوبايه ميه دافيه، وهنزل عليها بالسكر. دي هعملها خميره طبيعيه بتستخدم في كل المعجنات. تمام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. نزلنا الميه الدافيه ونزلنا عليها السكر، وهنزل عليها بنص كوبايه من الدقيق. تمام. وهسيبها على جنب، بس اهم حاجه ان انا ادوبها كويس واسيبها تخمر على جنب اهو، لغايه بقى ما ترتفع وتقلبص كده معانا. تمام. نسيبها على جنب ونغطيها لغايه اما نشوف لها كده فقاقيع. طبعا خلينا الخميره الطبيعيه بتاعتنا على جنب، ونجيب بقى البوله ونجيب بقى معايا المصفى والمعلقه عشان ندخل الدقيق. طبعا في اي معجنات، في اي كيكه، في اي معجنات بندخل الدقيق. يبقى احنا هنستخدم نص كيلو دقيق. تمام. واخدين منه نص كوبايه، خدت منه نص كوبايه عملت بيها الخميره الطبيعيه. تمام. وباقي النص كيلو انا جايباه سايب، مش جايباه معلب، مش جايباه الاكياس. عايزه تجيبي الاكياس براحتك، عايزه تجيبي اللي هو سايب براحتك. تمام. بدخل الدقيق كده، بدخله الهواء، هنزل بالكريم شانتيه واللبن البودره والبيكنج باودر والملح ونص كوبايه السكر. تمام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. هقلب بقى كل المكونات الجافه مع بعض. تمام. وهسيبها على جنب لغايه اما الخميره بتاعتنا تختمر زي ما حضراتكم كده شايفين. دي المواد الجافه. هنزل بكوبايه الحليب الدافيه، وهنزل عليها بالخميره. طبعا الخميره اختمرت عشان تعرفوا اللي هي
شغاله ولا لا. شايفين الفقاقيع؟ تمام. انا النص كوبايه الميه مش هحطها دلوقتي ولا نص كوبايه الزبده. تمام. هنحط البضايه وهقلب كل ده مع بعضه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. اهو محتاجه طبعا عجن بالايد زي ما حضراتكم كده شايفين اهي. هبدأ بقى ان انا اعجنها بايدي. ننزل كل اللي في المعلقة كده. عندك عجان اعملي بيه، اشتغلي بيه. طبعا ما عندكيش اشتغلي بايدك زي ما انا عملت كده اهو. لازم العجينة بتاعتك تكون طرية مش بتلزق، تكون بتلزق بس بسيط. تمام. هقعد اعجن فيها بقى مدة لا تقل عن 6 دقايق. تمام. ولو خدت دقيقة تاني هقول لكم، لو ما خدتش برضك هقول لكم. تمام. هعجنها بقى 6 دقايق وبعد كده ارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني يا حبايبي بعد 6 دقايق. انا قاعده بعجن فيها اهي. بصوا هي مش بتلزق خالص، بس طبعا ايه لسه هيتحط لها الزبده. اللي انا بعجن الاول بعد كده بحط لها الزبده. بفتح لها كده فتحه صغيره وانزل بكوبايه الزبده. ما ينفعش، في ناس ممكن تقولك طب ما ينفعش زيت، ما ينفعش سمنه. لا، البريوش والمنجقونه بيتعمل بزبده. عندك بقى زبده صفراء، زبده بلدي، براحتك. زبده فرن، براحتك، اعملي اللي انت عايزاه. نسمي بالله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهبدأ اعجن فيها. هتلاقيها ممكن تتقطع منك. تمام اهو. هتلاقيها تتقطع منك، ما تخافيش، كملي عجن هتتلم معاكي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. زي ما حضراتكم كده شايفين. بصوا هي قطعت معايا، ما تخافيش كملي. هتلاقي العجينه كلها بتشرب الزبده. مش هنحط دقيق خالص. انا كل اللي استخدمته قبل ما احط الزبده هي معلقه دقيق لميت بيها العجينه. تمام. قبل ما احط الزبده بحط الدقيق اللي انا عايزاه. تمام. لكن حطيت الزبده ما بحطش دقيق. وخدي بالك وانتي بتعجني اذا كان اي عجينه مش عجينه البريوش بس، وانتي بتعجني واحده واحده في الميه وواحده واحده في اللبن لو بتعجني بلبن او ميه. تمام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله.
هقعد اعجنها بقى شويه مده بردك لا تقل بردك عن 6 دقايق. بعد كده ارجع لكم تاني عشان الفيديو بتاعنا ما يطولش. زي ما حضراتكم كده شايفين اهي، شايفين بصوا طريه مش ناشفه اهي، هي بتلزق سنه بسيطه. هنسيبها بقى تخمر، بعد كده ارجع لكم تاني نشكلها مع بعض. ورجعت لكم تاني يا حبايبي. طبعا العجينه بتاعتنا خمرت، طبعا اتحط عليها كيس ونغطيها بفوطه. نبدا بقى ننزلها كده من غير ما اهبطها، وهبدا اقطعها. تمام اهو، هقسمها كده على كورتين. طبعا العجينه بتلزق، كرة هسيبها زي ما هي كده اهي. احطها في الطبق في البوله بتاعتي واغطيها والعجينه التانية هكورها كده. انا ما فضيتش الخمر بتاعها، وابدا ان انا اقطعها اهو قطع بقى على حسب ما انت عايزاها. عايزه تعملي، انا النهارده هعمل لكم ب4 اشكال او ب3 اشكال. اهو اهو شايفين بكورها بس كده، مش بهبط الخمر بتاعها. شايفين الخمر بتاعها اهو، مش بهبطه. طبعا هي العجينه ملزقه سنه، مش مشكله، احنا عايزين السنه دي عشان دي هي اللي هتدينا الطراوه معانا. اهو بعملها كلها، لو انا هعملها شكل واحد بعملها كلها ايه، كلها مقاس واحد. مش هتعمليها تعمليها مثلا زي ما انا هعملها اشكال كتير، يبقى ايه مش هتبقى كلها سوا واحد، هيبقى فيه سوا هيبقى فيه كلها مقاس واحد، بس هي كلها سوا هتبقى واحد. تمام. لو تاخدوا بالكم ان انا ايه بقطع من كل عجينه، من كل قطعه عجينه بقطع من ناحيه عشان تبقى العجينه معايا ما تبقاش تخينه قوي اهي. تمام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. طبعا بعد ما نشكلها بنسيبها تخمر. دول بقى مش هاجي جنبيهم،
اهو، ودول كده اخليهم على جنب. وهبدأ اشكل معاكم اول حاجة، اول شكل. هبدأ افردها بقى كده، وممكن المشمع السيليكون ده يضايقنا شوية، بصوا انا هشيله عشان احنا كده ايه مش هنعرف، هنخلي بس العجينة عليه. وهفرد انا على الكوانتر اهو، اهو. هبدأ بقى ان انا ايه اكور كده، واجيب الطرف ده الشكل المعتاد بتاع البريوش. وطبعا الطرف الاخير ده برفعه كده وبحطه من تحت اهو، بحطه في صاج مش مدهون حاجة، بسيبه يتخمر بالشكل ده. تمام. هجيب قطعة تانية اهو، بصوا بنقعد نفرد فيها كده شوية، بس تخلي بالكم لا العجينة تتقطع معاكم اهو. بصوا هي هنا اتقطعت مني مش مشكلة، اهو. هعملها معاكم تاني بنتني بس. بصوا هي العجينة كلها اتقطعت مش مشكلة، هنعمل فيها ايه؟ بصوا انا هقول لكم حاجة، اكننا بنعمل بقسماط، بس البقسماط بيبقى ايه عجينته غير دي خالص. اهو دي التانية هنعمل الضفيرة، وادي الصباع التالت نقفلهم كده كويس. بجيب اللي في النص دي بره، واجيب اللي بره جوه اهو، اهو. بصوا ممكن ما تلاقونيش بعرف اعملها قوي عشان ايه اهو، بس برضك بنعرف يعني، عشان ساعات بعملها لنفسي ساعات، مش قوي يعني اهو. وهقفل التلاتة دول واقطعها كده واروح قافلاها، بقت بالشكل ده اهو. احطها في الصاج تمام. معانا طبعا قطعة عجينة هنخليها هنا اهو، بنفردها واحدة واحدة
بجيبها كده بلولوها على بعض اهي. شايفين؟ بطولها معايا وبدورها كده، بقيت بالشكل المدور ده. الشكل اللي عاجبكم اعملوه. تمام اهو. بصوا هندور كده، ده شكل النضارة الاطفال كلها بتحبه. وهدور من الناحية التانية كذلك الامر اهو، عشان الاتنين كده يتقابلوا مع بعض. بحطها كده في الصاج. تمام. هعمل معاكم شكل كمان. يبقى الاربع اشكال كده قدامكم. طبعا بنسيبهم بقى اللي هم يخمروا. بقى اهو كده. بجيبها كده بثبتها كده من النص اهو. تمام. واجيب دي كده اهي. اديتك الشكل الدوار ده، ممكن تفرديه كده شويه اهو، وتلفيها حوالين بعض، وبوردك اخر طرف نحطه كده. تمام كده. هخلص بقى بقية الكمية كلها بنفس الشكل بنفس الاشكال دي، وبعد كده ارجع لكم تاني بعد ما تخمر. طبعا بسيبها تخمر بعد ما بخلص الكمية كلها، بسيبها تخمر وبعد كده ارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني يا حبايبي. طبعا العجينة بتاعتنا خمرت معايا. طبعا انا عملت الشكل اللي هو البريوش ده، وعملنا شكل الفطيرة المدورة، وعملنا شكل الثنائي بردك المدور واللي هو المفروض، دي الضفيرة، وعملنا شكل النضارة. كل ده طبعا شفتوه معانا. معايا بقى هنا بضاية وعليها ذرة فانيليا وعليها حبة خل صغيرين، مش هتلاقي فيها زفارة خالص. وفي حاجة احنا حطيناها، انا حطيتها في العجين نسيت اقول لكم عليها، معلقة خل صغيرة. تمام. انا نسيت ان انا اقول لكم على معلقة الخل دي. هنبدأ بقى كده ندهن البريوش بتاعنا، طبعا واحدة واحدة عشان ما نخمر ما نهبطش التخمير بتاعه. عايزة تحطي بقى عليه سكر براحتك، عايزة تحطي عليه سمسم، الضفاير دي ممكن تحطي عليها سمسم،
لكن الشكل ده هنحط عليه سكر سنترفيش اللي هو السكر الحبيبات اهو. في السكر اللي موجود في السوق حاليا دلوقتي اللي هو السكر اللي هو الناعم شويه، مش البودره قوي ولا السنترفيش قوي، اللي هو حبيباته ايه ناعمه. شايفين الحبيبات بتاعته؟ ده اللي موجود في السوق، اذا كان موجود في سكر التومين، اذا كان موجود في السكر اللي هو الحر، ده اللي موجود. ما عندكيش بقى السكر ده وعندك السكر السنترفيش اللي هو اللي عالي شويه، في ناس ممكن تاخد سكر التومين، او ممكن تكون عندها سكر قديم يكون غامق اللي هو البني، مش اللي هو البني قوي، اللي هو ايه اللي هو بتاع التومين بتاع زمان. في ناس لسه لغايه دلوقتي انا ساعات باخده في التومين، ممكن ادهن بيه البريوش بتاعي. تمام. وممكن بدل بعد ما حطيت السكر السنترفيش اروح حاطه كريزايه في النص وايه وادخله الفرن كده. بندهن البريوش بتاعنا او المنجقونه البورسعيديه عشان تدينا لون حلو، وكمان بندهنها بالراحه، ما بنهبطش الخميره. طبعا اهم حاجه واحنا بنعجن المنجقونه اللي احنا نكون مستخدمين لبن حليب دافي، ما يكونش سخن وما يكونش ساقع جاي خارج من التلاجة، عشان ما تهبطيش الخميره بتاعتك. تمام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. اللي لزق في بعضه ده مش هتلاقيه يلزق بعد ما يخرج من الفرن، هتلاقيه فك معاكي بسرعه بكل سهوله. تمام. يعني لو واحده لقيتيها كده ريحت على اختها مش مشكله. اهو نحط بقى حبه سكر كده محترمين، ده اللي هو على الشكل اللي هو المدور، هو ده اللي احنا بنحط عليه سكر سنترفيش. تمام. هدخله الفرن على درجه حراره كام؟ على درجه حراره 220 على الرف الوسطاني، مش هياخد في حدود ربع ساعه. هنشغل فوق وتحت، ده لو انت عندك البوتاجاز بتاعك بيشتغل فوق وتحت مع بعض. تمام. لو لقيتيه قبل الربع ساعه احمر من فوق، هتطفي الشوايه وتشغلي وتسيبي تحت شويه. لقيتيه مثلا انت طبعا ما عندكيش زي حالاتي كده الفرن بتاعي ما بيشتغلش فوق وتحت مع بعض، هعمل ايه؟ هشغل تحت، وبعد كده لو ما خدش اللون وهو بيستوي من فوق هشغل له الشوايه 10 دقايق وهطفي عليه. طبعا دي كانت اخر قطعه، هي دي عملتها كوره كده صغيره وسبتها على جنب، حطيتها كده. تمام. عشان هحط عليها بردك سكر. عايز تعمليها كور ممكن تعمليها بالاشكال اللي انت حباها، يعني مثلا في واحده ممكن ما تعرفش تعمل الضفاير دي، اعمليها مدور، مش هتقولك لا، هتبقى شغاله معاكي. بندهنه كويس اهم حاجه عشان ما نلاقيهوش اللي هو ايه ما تحمرش معانا ونقول ايه ده هو ما طلعش ليه زي ما هي قالوا لك كانت عاملاه. لا، ندهنه كويس اهم حاجه. تمام.
طبعا واحنا بندهن بالفرشة تكون بالراحة عليه، دي اهم حاجة عشان ما يتهبطيش العجينة بتاعتك. نحط السكر اهو، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. وندخلها بقى الفرن على درجه حراره 220 على الرف الوسطاني، تاخد ربع ساعه، وبعد كده ارجع لكم تاني. بعد ما تخرج من الفرن بغطيها بفوطه تكون منديه او ببخ عليها ببخاخه الميه رشتين، وغطيها بالفوطه تكون ناشفه. ما عندكيش فوطه ناشفه هتنديها بس تنديه بسيطه، واول ما يخرج من الفرن تحطيها على الصاج على طول عشان يبقى طري معاكي وهش. تمام، هدخله الفرن وارجع لكم تاني. وكده حبايبنا الشكل النهائي للمنجقونه البورسعيدي او البريوش اهو. بصوا شايفين، بحق لا اله الا الله انا ما حطيتش عليه فوطه، هو لسه طالع من الفرن لدرجه ان انا حاطه في الصينيه منديل عشان هو لسه سخن. شايفين، بصوا شايفين، طبعا طعمه تحفه. دي طبعا الفطيره، طبعا هو لسع مني شويه عشان خاطر الصاج خفيف، بس مش مشكله اهو. شايفين، شايفين الخيوط بتاعته كده، انت تعرفي ان العجينه بتاعتك ناجحه، تاكدي ان العجينه بتاعتك ناجحه. بصوا حتى اللي هو الشكل المعتاد بتاعنا، هو كان في جنبي ايه خفيف وجنبي لا، بس مش مشكله، مش معجن، مستوي فلافي. شايفين، وكذلك شكل النضاره اهو. طبعا شكل الضفيره اهو، بردك كان نص ونص بس مش مشكله بردك. اهم حاجه طالما النتيجه طالعه كويسه، دي اهم حاجه عندي. شايفين، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. طبعا بحفظه في الفريزر، بحطه في علبه، بحطه في الفريزر. عايزه اطلع منه، اخد من العلبه مثلا على قد العدد اللي انا هطلع منه، واحطه على الترابيزه او رخامه المطبخ، احطه كده في المطبخ، هيفك بعديها ما يكملش ربع ساعه نص ساعه، وهتلاقيه اكنك لسه عاملاه. والباقي بسيبه في الفريزر زي ما هو، بيقعد معايا مثلا ممكن اسبوع اسبوعين على حسب الكميه اللي انا عاملاها. تمام، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتعملوا لي لايك وتسيبوا لي كومنت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.